السلام عليكم حبايبي، يعطيكم العافية. شلونكم؟ شخباركم؟ معاكم قناة روزاليندا الأخبار مشاهير في السوشيال ميديا. راح أنزل لكم كل يوم فيديو جديد بخبر جديد. لا تنسون تدعمون القناة باللايك والشير والسبسكرايب. بعد خبر طلاق تامر حسني الكل قام يهاجم جليلة وقالوا إن هي سبب في طلاق تامر حسني من زوجته، وأيضا قالوا إن هي شمتانة. فهي طلعت وقالت بوجه البريء الجميل، قالت إن هي ما تدري بالموضوع، ويوم أعلنوا الخبر هي كانت نايمة. ذكرتني بعادل إمام يوم قال أنا كنت في الحمام ساعتها. اللي مدخلين اسمي بالموضوع الأخير اللي صار مع الفنان تامر حسني. أنا الفنان تامر حسني أحترمه على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الفني وعلى الصعيد الإنساني، أوكي؟ وهاي بالنهاية قسم ونصيب، وأنا ما لي أي علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد يا جماعة. والله العظيم إن أنا حالي حالكم كنت نايمة، فأنا حالي حالكم كنت نايمة، قعدت من النوم أقسم بالله قرأت الخبر. يعني أنا ما لي أي علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد. وإذا زواجهم فشل فهذا أنا مو ذنبي، هذا يعني شيء من رب العالمين. وبالأول وبالآخر أنا أتمنى له كل التوفيق وأكن له كل الاحترام والتقدير وأعزه، والله يوفقه يا رب. وبالنهاية يعني رب العالمين ما يجينا إلا بالخير، يعني رب العالمين لا يأتي إلا بالخير. وكل شيء صار معانا سواء معاه ولا مع غيره ولا مع كل شيء خير لنا. فبس حبيت أوضح إنه أنا ما لي أي علاقة بالموضوع، وأنا مو سبب من أسباب الطلاق. وأنا هذا الشيء قلت لكم إياه من أول، ما أريد أرجع أعيد وأزيد. فبليز طلعوني من الموضوع، أنا ما لي أي علاقة، والله يوفقه ويوفق الجميع يا رب. هذا أول شيء. ثاني شيء للصحافة الصفراء، للمواقع والبيجات الغير محترمة اللي قاعدة تنزل شغلات أنا مو قايلتها، يعني قاعدة تسوي صور فوتوشوب إن أنا منزل ستوريات وقاعدة أشمت وقاعدة أرقص وقاعدة مو فاهمة إلى متى، يعني جد إلى متى؟ يعني أنتوا قاعدين تحاولون تجيبون فيوز ومشاهدات على حسابي. طيب أوكي ما اختلفنا، طلعت وقلت هاي فوتوشوب ومو أنا وعيب وكذا 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 وحسبي الله ونعم الوكيل. طيب أنا لما أطلع كل يوم أنا أطلع بسيارتي أشغل الأغنية فرحة جليلة شمتانة، جليلة عيونها شمتانة، جليلة شعرها شمتان، جليلة رموشها شمتانة، عيونها مدمعة، عيونها فيها لمعة فرح. والله عيب، والله العظيم عيب. ترى بالأول بالآخر أنا إنسانة أحس، يعني بالأول بالآخر أنا أشوف تعليقاتكم أزعل لما أشوف أحد قاعد يسبني يقول لي أنت السبب بخرابة البيوت وأنا مالي أي علاقة. فحسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان. وبخصوص اللي قاعدين يتكلمون عن شرفي وعرضي ويسبوني وما خلوا مسب علي، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد تكلم وشتمني وتكلم بعرضي وبشرفي. وعند الله تجتمع الخصوم، انتوا خصومي امام رب العالمين ان شاء الله، مو محللتكم. هذا واحد. ثاني شغله، اهم في مواقع وفي بيجات انستغرام وفي قاعدين يحللون لغه الجسد. اني انا مثلا قاعده اسوق السياره واسمع اغنيه مثلا لعمرو دياب، شوفوا كيف فرحانه وشمتانه. انتوا شنو؟ ما عندكم شغله غير جليله؟ ما عندكم حياه؟ ما عندكم يعني اقسم بالله قاعده اشوف عني اشياء انا اول مره اشوفها، يعني مو اول مره اشوفها، يعني قاعده استغرب من اشياء قاعدين تالفونها. عشان شو؟ عشان فيو؟ قسما بالله ايش في؟ اهدوا. فاشوف اشياء عن نفسي على التيك توك ولا على تويتر ولا على انستغرام والسوشيال ميديا بشكل عام، يعني ما شاء الله علي. انا صح اني انا اسم، وصح انه انا اجيب ترند، وصح ان انا اجيب فيوات بالملايين، والارقام تشهد باليوتيوب وبالبرامج اقوى ترند واقوى فيو هو جليلة، اوكي؟ حتى بالتيك توك بالملايين ما شاء الله. صح انه انا اسمي كبير ما شاء الله، مثل ما نقول في المغرب طبوزي كبير بزاف، اوكي؟ بس مو لهالدرجة خلاص. قلت لكم ما لي علاقة بالموضوع. طلعت صرحت في موقع القاهرة 24 اللي هو أكبر موقع بمصر، تمام؟ ما فهمتوش، ما استوعبتوا. فأنا الحين قاعدة أقول لكم ما لي علاقة بالموضوع. الله يوفق الجميع. وأرجع وأقول تامر إنسان أحترمه على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد الفني، والله يوفقه وإن شاء الله يا رب. وأكيد هذا في النهاية خير لهم، ورب العالمين رب الخير لا يأتي إلا بالخير.